مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي مره ثانيه في المطبخ. اليوم رح نعمل معكرونه بالبشاميل. رح ابدا اعمل صوص اللحمه للمعكرونه بالبشاميل. حميت انا هون عندي القلايه على نار عاليه. رح اضيف تقريبا معلقتين كبار زيت زيتون. رح اضيف لهم بصله متوسطه مقطعه صغيره. رح ارش بس رشه صغيره ملح. وطي النار الوسط وقلي البصله لما تبدا تغير لونها، يعني تقريبا 5 دقائق. بعد ما بدا لون البصله يشقر مثل ما انتم شايفين، بضيف فصين تومه مبروشيه. بضيف حوالي 400 جرام لحمه مفرومه. انا هون بستخدم لحمه بقر، ممكن تستخدموا لحمه خروف اذا بتحبوا. بكسرها بالمعلقه. النار دائما على الوسط. لما اتغير عندي لون اللحمه مثل ما انتم شايفين، رح اضيف البهارات. بالاول ورقه غار، نص معلقه صغيره اوريجانو مجفف. رح اضيف كمان ثمن معلقه صغيره زعتر ناشف. الزعتر مش اللي بنغمسه مع زيت وزعتر، لا هذا زعتر ناشف ومطحون، طعمه كتير قوي. رح اضيف منه بس ثمن معلقه صغيره. ربع معلقه صغيره قرفه مطحونه. هاي المعلقه عندي ثمن، رح اضيف 2. رح اضيف رشه صغيره بس قرنفل مطحون. حوالي ربع معلقه صغيره فلفل اسود مطحون. بعد تقريبا 10 دقائق مثل ما انتم سامعين اللحمه نشفت السوائل اللي فيها، وطلع عندي صوت اللحمه بتتقلى مع الزيت. رح اضيف ربع كوب من مرقه البقر. اذا مش متوفر عندكم فيكم تضيفوا مي تعطيها نكهه طيبه. بنفس الوقت رح اضيف 400 جرام توماتو صوص بندوره. انا بجيبها معلبه. اذا ما توفرت عندكم صوص البندوره هاي، فيكم تستخدموا بندوره حب طازه، بس قشروها واضربوها بالخلاط. حوالي 400 جرام بده يكون عندكم بندوره. بس غليت صوص البندوره رح اضيف لها ثمن معلقه صغيره بس سكر، رشه صغيره تخلي الصوص تطلع طيبه. رح اوطيها على الاخر. رح اغطيها واتركها تتسبك لمده نص ساعه. قربت صوص اللحمه عندي تجهز. بهاي الاثناء بدي اجهز المعكرونه اسلقها. بغلي حوالي 2 مي على النار بطنجره. رح اضيف لهم معلقه صغيره مليانه ملح. بوطي النار تقريبا للوسط. بضيف 200 ل 250 جرام معكرونه. مهم بنوع المعكرونه اللي بتستعملوها انها تكون محززه على الداير علشان تتشرب الصوص بهذا الشكل. اذا بتحبوا تستخدموا هذا الحجم او الحجم الاكبر او اي نوع معكرونه ثاني تكون حجمها متوسط وتكون المهم إلها حزوز عشان تتشرب الصوص. انا بستخدم هون ل4 اشخاص. الوصفه عندي بستخدم حوالي 200 ل 250 جرام تقريبا. على طول اول ما تحطوا المعكرونه دائما لازم تحركوها عشان ما تلزق ببعضها. رح اطبخها لمده 10 ل 12 دقيقه. لاحظوا انه هي بعد هيك رح ترجع تنحط بالفرن، فرح ترجع تتطبخ بالفرن مره ثانيه، فما تخلوها لحد ما تفقد شكلها. بعد ما جهزت الصوص عندي صارت سميكه مثل ما انتم شايفين. طبعا انا هلا بدوقها، بظبط الملح والفلفل تبعها والبهارات. اذا بتحبوا مثلا تحطوا بهارات اكثر.
رح احركها هيك شوي واخذ حوالي ربع كوب منها على جنب، رح اخلطه مع البشاميل صوص بعد شوي. هون عندي بعد ما صفيتها استوت وصفيتها على طول وهي سخنة بحطها فوق الصوص وبحركهم مع بعض شوي شوي لحد ما يتجانسوا مع بعض. انتبهوا ما تكسروا المعكرونة. ما تنسوا تشيلوا ورقة الغار. في عندي هون صحن بايركس مقاسه 11 ب7 انش، دهنته انا بشوية زبدة. انتبهوا البايركس ما تحطوه على اي عين من عيون الغاز تكون سخنة. راح اصب الصوص مع المعكرونة عندي بالصحن. هلا راح ابدا اعمل صوص البشاميل. بحمي طنجرة على النار على نار متوسطة، بضيف معلقتين كبار زبدة، بتركهم يسيحوا. بس ساحت الزبدة عندي بضيف معلقتين كبار طحين، بحركهم لمدة دقيقتين علشان بدي طعمة الطحين تروح، فلازم اطبخه على النار. رح ابدا اضيف الحليب بالتدريج. في عندي كوب وربع حليب بحرارة الغرفة، مش بارد ولا سخن. رح اضيف شوي شوي واحرك باستمرار. بس يختفي برد اضيف كمان كل مرة تقريبا ربع كوب. رح تلاحظوا انه هو تكتل بالاول وهذا اشي عادي. على طول بحرك ما بوقف. ضيف كمية تانية من الحليب وهكذا لحد ما كل كمية الحليب تخلص عندي. لاحظوا بعد شوي انه هو صار. هلا بقدر اضيف الحليب الباقي كله مرة واحدة لانه اختفت عندي الكتل. برجع البشاميل على النار وبستمر بالتحريك ما بوقف لحد ما يغلي الخليط ويصير كثيف. النار طبعا متوسطة. غلي البشاميل عندي بعد حوالي 4 دقايق. لاحظوا كيف صار كثيف. بتركه يغلي حوالي دقيقتين، بعدين بطفي النار بضيف له ملح وفلفل اسود ورشة جوز الطيب. المهم انه التحريك يكون مستمر عشان ما يتكتل عندي. رفعت البشاميل عن النار، راح اضيف له رشة ملح، رشة فلفل اسود صغيرة، رشة جوز الطيب صغيرة. بدوق الملح بشوف اذا مزبوط والفلفل او اذا محتاج اكثر. رح اخذ ربع كوب جبنة رومانو، اذا بتحبوا تضيفوا كمان بارميجان، ربع لنص كوب حسب الرغبة الشخصية. انا في عندي هون جبنة رومي او جبنة رومانو بسموها. المهم يكون جبنة يعني طعمها حاد. هلا باخذ بيضة بخفقها شوي. لما اضيف البيضة لازم احرك بقوة وبسرعة. راح اضيف ثلث كوب لبن، وراح اضيف كمان ربع كوب الصوص اللي تركناها قبل هيك على جنب. احركهم مع صوص البشاميل. راح اصب الصوص على وجه الصينية، راح ادخلها الفرن على 350 بوسط الفرن.
تاخذ من 45 ل 50 دقيقة لحد ما يتحمر وجهها تكون جاهزة. لما تطلعوها من الفرن حاولوا انه ما تبدوا تقطعوها الا بعد على الاقل نص ساعة لحد ما تتماسك مع بعضها. هذا شكل الصينية بعد ما طلعت من الفرن. رح اتركها تبرد لمدة نص ساعة قبل ما ابلش اقطعها. وصفتنا وصلت لنهايتها، جربوها وقولوا لي رايكم فيها. صحتين وعافية وبشوفكم مرة ثانية، مع السلامة.